السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو اذكروا الله وصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما شاء الله الفراخ البلد اهي يا جماعة، اللهم بارك يا رب. عمرها النهارده 34 يوم. طبعا كله تربية بالأعشاب وبالخلطات الطبيعية، وكمان استخدمنا بدائل العلف من عمر أسبوع. مفيش شراء ادويه خالص، كل حاجه موجوده عندنا في البيت، سواء هتربيهم تسمين او سواء هتربيهم للبيض. احنا ماشيين معاهم في الحالتين الاثنين، هنزود الوزن وكمان هنحضنهم او ناسسهم للبيض. الفرخ وهو صغير لازم يتاسس صح للبيض، ياخد نسبه البروتين الكافيه، ياخد نسبه الكالسيوم الكافيه، علشان اما يبتدي يبيض لا ينزل لك بيضه قشرتها طريه او برشت او يعني فيها اي مشكله خالص، او يبيض لك مثلا شهر بالكتير قوي ويقوم قاطع بيض وياكل وخلاص. طبعا ده علشان جسمه ما فيهوش كفايته من الكالسيوم والبروتين، فلازم ناسسه صح من العمر دول. اول ما بيتم شهر بنبتدي ناسسه يا جماعه للبيض. ما شاء الله ما شاء الله، شايفين الفراخ اللهم بارك يا رب. طبعا كلها معظمها فيها نسبة ديوك كتير جدا جدا، وعمالين بقى يشكلوا مع بعض. الوقت بدأوا يشكلوا مع بعض وبدأوا يعملوا بقى ايه شغل الديوك مع بعض كده، فبيصحوني من النوم. بصحى على صوتهم وعلى البش بتاعهم. طبعا لو مش بنأكل على الفصافي يا جماعة، ما نقدرش نأكل بقى على الفصافي. ما شاء الله الكمية قدامكم اهي اللهم بارك 80 واحد. فطبعا انا بحط كل حاجة لهم من أول ما تموا شهر، بدأت أحط كل حاجة، بس برضو العلف ضروري ضروري ضروري. نسبة البروتين شايفين شايفين الديوك عاملة في بعض إيه؟ حاجة فظيعة فظيعة. ده عيب الديوك بقى اللي بيبقى معظم الفراخ كلها ديوك. فأنا هستنى بس لما يبقوا اللي بيقولوا عليهم شمرت، وهبتدي أخف الديوك دي كلها خالص. هبيعها ما تلزمنيش خالص بجد. الديوك ما فيش حاجه اسمها يما ارحميني، كل دي كان ماسكين في بعض. فاول بس ما احس ان هم بداوا يعني يوصلوا للوزن مثلا كيلو، ابتدي اخفهم خالص. بيتباعوا بقى الشامورت دول بيبقوا حلوين لحد تعبان، واحده والده، حد عمل عمليه كده، فربنا يشفي الجميع يا رب. بيبقوا يحتاجوا اللي هي الطيور اللي هي الفراخ الشامورت البلدي دي لحاجات كتير قوي، ليه واحده والده كده. ف هعمل الخلطه النهارده. من ناحيه هتسمنهم وهتنضف بطنهم من اي مشاكل معويه، وهتفتح الشهيه عندهم، وكمان غنيه جدا بالكالسيوم، حاجه طبيعيه كده من البيت. احنا ما بنشتريش ادويه يا جماعه، ولو حسبت المكونات اللي انت بتحطها لهم مش هتيجي ربع ثمن الادويه اللي انت هتشتريها. خلاف ان الادويه اصلا لها اضرار، لها اضرار. ما تفكريش ان انت بتجيبي الادويه مثلا ان هي حلاها سريع، ممكن تروق لك الفراخ اسبوع واحد وتحس ان الفراخ حلوه وخدت الدواء وخفت وكل حاجه، بس ترجع تتعب واصعب من الاول. لو في مرض لا قدر الله او اي تعب بيرجع اصعب من الاول ومتوحش عن الاول، وبيحتاج علاج اقوى من العلاج الاولاني. فليه احنا بقى نضطر الكلام ده كله؟ احنا هنستخدم حاجات طبيعيه من البيت، هتحصنهم، هتبقى مضاد حيوي، هتطهر امعائهم، هتفتح الشهيه، هنديهم برضو نسبه بروتين، هنحط اضافه كمان نوفر في استهلاك العلف، وكمان هنحط كالسيوم طبيعي يخلي الفراخ دي تبيض بدري، وكمان اما تبيض يعني تفضل مستمريه في البيض، مش انها تبيض شويه وتقطع، لا ان شاء الله اول ما تبيض هتديكي انتاج. هي الفراخ دي انتاج حلو قوي في البيض. هي الفراخ دي ما بتديش وزن عالي جدا، بس ان شاء الله هتبقى في انتاج البيض حلو. فصلوا بينا على النبي وادعميني بالله الحلو بتاعك، واشتركي في القناه وفعلي الجرس على كلمه الكل ليصلك كل ما هو جديد. معانا هنا حوالي كيلو ونص علفه بادي تركيز 21. اول ما وصلوا شهر يا جماعه انا غيرت ال 21، كنت باكل 23. خلاص احنا مش عايزين نسبه البروتين ال 23، كفايه قوي عليهم ال 21. طبعا اول ما يتموا شهر ونص هنغير للخشنه. هم عمرهم النهارده 34 يوم. هبتدي بقى، طبعا احنا بنأكل بدائل العلف من زمان. هضيف بس حوالي نص كيلو من الذره
الصفرا، يعني كيلو ونص علفه حطيت عليه نص كيلو ذرة صفرا. ممكن تحط كمان عيش وممكن تحط رز مطبوخ، اللي متوفر. انا باكلهم كل حاجه بحطها لهم، مره عيش مره ذره مره رز مطبوخ، يعني ما بوقفهمش على العلفه الصفرا. معانا هنا بقى بصلتين حلوين اهمت مفرومين اهم، بصلتين مبشورين مش ناعمين قوي، انا عايزاهم خشنين كده زي ما انتم شايفين اهم. معانا كمان بيضتين هنفقسهم كده اهم، وادي التاني وبقشريهم كمان اهو. هخلطهم كده مع بعض. كلسم طبيعي، احلى كلسم تحطي لي فراخك افضل ما تشتري كلسم من عند البيطري 100 مره. واحده واحده بقى كده هنبتدي نعمل لهم، نطحن لهم قشر البيض. قشر البيض غني جدا بالكلسم، وكمان يا جماعه الصدف. بس احنا طبعا مش هينفع ان احنا نحط لهم الصدف الوقت والحاجات دلوقتي خالص، هم لسه عمرهم صغير. فانا هحط البيضتين دول، انا حطيتهم بقشرهم، يعني ان نقروا في القشر طبعا مش هيزعلوا. كمان مكون حلو قوي، يعتبر مضاد حيوي، يعتبر كلسم برضو طبيعي اهوت. نحط واحده وكمان نحط نص. الكركم يا جماعه، الكركم من اقوى الحاجات اللي بتقوي العظم وبتزود الوزن. نحط بس القشره دي بتاع البيض، هي كده كده ايه مش هياكلوها. هنستبعدهم خالص اهو، والله انا رميتهم على الارض بياكلوا اهو، شايفين بيخطفوها هناك. هنخلط بقى الخلطه كلها كده مع بعض اهو. يعني واحده هتقول لي ده البيضه ب5 جنيه او ب6 جنيه، ده بيض بط يا جماعه، ده بيض بط بلدي طبعا ما فيهوش بذره، فمش هيتاكل، معروف انه ما بيتاكلش. لو بيض بط مثلا اللي هو الشهرمان او البكيني عادي بناكله، لكن ده ما بيتاكلش. ف ناكله لطيورنا بدل ما نروح نشتري ازازه الكالسيوم ب30 جنيه او اكتر. لا، هم هو لو هتعملوهم مثلا مره في الاسبوع على ما يكبروا شويه، ونبتدي نعمل لهم التحديقه بتاعه الحمام اللي هي الطوب الاحمر، الشربه، الدقيق اللي هو بودره البلاط، شويه صدف، ونحطهم لهم برده دي علشان الكالسيوم ده، علشان الفراخ البلدي لو انت بتاسسيها للبيض فلازم تبتدي معاها بقى من العمر دوت تاسسيها للبيض علشان تفضل معاكي ماشيه صح، ما يحصلش عندها اي مشكله، او اول ما تيجي تبيض تبيض لك يومين 3 وتقوم مبطله، او شهر وتقوم مبطله. طبعا ما بيبقاش فيه نسبه كالسيوم في جسمها، فمش هتبيض، او مثلا ممكن تبيض لك البيضه برشت القشره بتاعتها طريه. فاحنا بنأسس الفرخ كويس بنسبه البروتين عاليه في العلفه، هي 21 العلفه، لازم تاكلي علفه والكالسيوم. وطبعا الكركم دي يا جماعه بقى من مضاد حيوي، كالسيوم طبيعي ما شاء الله عليه، بينظف البطن من الديدان، فاتح شهيه، حلو جدا يا جماعه. الكالسيوم فوائده بتاع الكركم فوائده كتير جدا جدا جدا، ينفع لجميع انواع الطيور، البيضه والبلدي والبط وكل حاجه. استخدمي الكالسيوم وتقدري تستخدميه من تاني يوم. استخدمي الكركم يا جماعه من تاني يوم لطيورك واتفرجي عليها، مش هتحتاجي تشتري ادويه خالص، صيدليه كامله متكامله لجميع انواع الطيور. هنلخبط بقى شايفين البصل بقى، هم بيعشقوا الحاجه اسمها بصل، شايفين يعني الحاجه اهو، شايفين الحاجه اللي بحطها لهم، شايفين اهو، يعني اي حاجه كده تاخدها لهم اهو. هم على فكره بيحبوا ياكلوا من على الارض جدا، خلاف اي فراخ تانية. خلاف الفراخ البيضاء، الفراخ البلدي دي بتحب تنقر من على الارض اهو، لو رميت لها على الارض كده هتنقر وهتاكل. بس احنا طبعا مش هينفع نحط العلفه على الارض،
انا بقى ممكن بعمل لهم بقى، برمي لهم هرس طماطم، شويه اي حاجه باقيه عندي من المطبخ بحطهم لهم في اي حاجه، طبق او اي حاجه كده، وبرميهم لهم على الارض بياكلوا ويفرحوا بهم جدا. طبعا هنفرغ لهم العلفه بتاعتهم اهيت، خلطه جميله جدا، كالسيوم، غنيه بالكالسيوم وغنيه بالبروتينات، هتخلي فراخك تبشر بدري قبل ميعادها. اول ما بحس ان الفراخ بدات اكلتها تقل، بدات ما بتسحبش في العلف حلو، بداوا كده الشهيه بتاعتهم تتقفل شويه او ما تبقاش مفتوحه، على طول بجيب بصلتين على طول ابشرهم واحطهم لهم، هتفتحي الشهيه عندهم وهتخلي عندهم مناعه عاليه جدا ومقاومه لجميع الامراض. الفراخ حساسه يا جماعه، البلدي بالذات، واي فيروس اي بكتيريا اي ميكروب ممكن بيلقطوه، وطبعا بيبقى سريع عندهم، ما بيبقاش مثلا تلحقي تعالجي او يومين ثلاثه، لا هو ما بيجي يعني على ما بتبتدي تنتبهي وتحوطي عليه بيكون خد نصه. اللهم احفظنا يا رب. فطبعا من كل يوم للتاني ابتدي اجيب بصلتين كبار ابشرهم لهم، مره احط بصل وثوم وليمون، طبعا مره احط كركم، مره احط شيح، يعني شغاله معاهم كده بقى، مره احط كرات مصري. الكرات حلوه قوي قوي قوي، يعني لو متوفر عندك وتحط لهم كل يوم ربطه خرطها ناعم وتحطها لهم، جميل جميل جميل، بيرفع مناعه الفرخ جدا، وحلو جدا جدا في انتاج البيض. الفراخ اللي بتاكل كرات يا جماعه، اللي هو بتاع الطعميه اللي هو المصري ده، بتبقى ممتازه في انتاج البيض. احنا عاوزين ناخد جزء البرابر، طبعا هخش الجزء البرابر عشان البيض زي ما قلت لكم، وهبتدي البيوت دي كلها اخفها خالص، بس طبعا مش الوقت، حتى اما يوصل الواحد كيلو وربع كده ممكن ابتدي، لان اللي ياخدهم يلاقي حاجه فيهم يذبح. لكن هم كده دلوقتي محيرين، لا محصلين الكتاكيت ولا محصلين اللي هو الذبيح، فبيعتهم دلوقتي هتبقى خساره، اللي واخدهم لازم يضطر ان هو يربوهم شويه كمان شهر ونص ولا حاجه علشان يعرف يذبح، فهياخدهم طبعا بتمن رخيص. فانا قلت لا اخليهم علشان ابيعهم بقى وقت ساعتها، يا بالكيلو يا بالوحده. طبعا احنا بلد ارياف، في ناس كتير بتشتري بالوحده كده، عايزه فرخه شمورت فرختين، فبيبقوا ديك شمورت او ديكين، فبتبقى بالواحده. ساعات عندنا يعني قليل اللي بيشتري بالكيلو، الا لما اروح بقى بلد جنبنا كده في نبروه، طبعا احنا في بلد ارياف جنب نبروه، ممكن اروح نبروه بقى كده برضو، لو عاوزه ابيع بالكيلو ابيع برضو بالواحده ابيع. بس هنا في منطقتنا هنا يعني ناس قليل اللي بيشتري بالكيلو، كله عاوز بالواحده كده، الجوز بكام وكده. فان شاء الله اول ما يوصلوا حتى كيلو وربع ان شاء الله هبتدي اخف منهم، لان بجد بهدلوني في العالم، بياكلوا كتير، بيستهلكوا كتير، الكميه يعني مش هم اللي بياكلوا كتير عن الطيور، لا هم الكميه بتستهلك كتير عامه. يعني ال 80 فرخه داخلين على عمر 34 او 35 يوم، يعني عاوزين كل يوم حتى 2 كيلو علفه صافي، ثمنهم الكيلو 21 جنيه، وارجع تاني بقى ممكن اخلط لهم ذره، اخلط لهم عيش، اخلط لهم رز، احط لهم بواقي الاكل عندنا، بس هما ال 2 كيلو دول بياكلوهم في اليوم، وبياكلوا بقى هرس البيت كمان، ما شاء الله ما شاء الله. يعني بياكلوا عشان الكميه كبيره، مش هما اللي بياكلوا كميات كبيره عن الطيور ولا حاجه. هي الفراخ البلدي معروف ان اكلتها معقوله، ما بتبقاش كبيره زي الفراخ البيضاء، وطبعا يعني الاكل بتاعهم بيبقى قليل شويه، ولذلك بيكبروا على ما الفرخ، يعني العمر دوت كان لو كانت فراخ بيضه كانت اتذبحت، لكن على ما الفرخه تبتدي تذبح بتكون دخلت على 3 شهور، بتبقى برضو استهلاكي نفس كميه الفراخ البيضه في ال3 شهور، ممكن تاكل قد اللي الفراخ البيضه بتاكله في شهر، وتديكي مثلا كيلو وربع كيلو ونص، اديك يعني لما اجيب كيلو ونص من النوع دوت 2 الا ربع بالكتير يبقى حلو على عمر 3 شهور. فاحنا اسسنا الفراخ للبيض، وكمان حطينا لها خلطه حلوه قوي هتقوي عظمه عندها، هتمدها بالكالسيوم جدا، وهتفتح الشهيه وهتزود الوزن. وده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون نال اعجابكم، وتدعموني باللايك الحلو بتاعكم، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على كلمه الكل ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين مظاهره